أعزائي لاعبي الوداد الرياضي الأبطال، أريد أن أعبر لكم عن حماسي وفخري العميق كوني جزءا من هذا الفريق العظيم الذي يمثل قلبي وروحي. غدا في المباراة المؤهلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وأود أن أشجعكم وألهمكم لتحقيق الفوز الكبير الذي نتطلع إليه. أيها الأبطال، لقد أثبتنا مرارا وتكرارا أننا نمتلك القوة والمهارة والروح القتالية لنواجه أي تحدي. هذا الفريق ليس مجرد مجموعة من اللاعبين، بل هو عائلة واحدة متماسكة ومتحدة تحت شعار الأحمر والأبيض معا للأبد. نحن نعرف قوتنا وقدرتنا على تحقيق المستحيل، والوقت قد حان لنرسم التاريخ من جديد. في هذه المباراة الحاسمة أريدكم أن تتذكروا ما يميزنا كوداديين حقيقيين. نحن معروفون بالشجاعة والقوة والعزيمة التي تتجاوز أي حدود. اجعلوا كل لحظة على الملعب تعبر عن روحنا المترابطة والتفاني الذي يملأنا. لا تدعوا أي صعاب أو عراقيل تثنيكم عن السعي نحو النصر والتتويج باللقب. يا أيها الأبطال، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة. نحن هنا جماهير الوداد نقف خلفكم بكل قوة ودعم. كنا ولازلنا وسنكون في المدرجات نهتف بأسمائكم ونردد هتافات الولاء والانتماء، فأنتم الأبطال الذي يجب أن ينتظرهم العالم بكل شغف وترقب. دعونا نرفع رؤوسنا عاليا ونلعب بكل قوتنا ومهاراتنا. دعونا نعمل كفريق واحد، متوحدين ومتحدين، معتقدين بقدرتنا على تحقيق الانتصارات الكبرى. اسعوا للتميز في كل تمريرة وكرة وهجوم، وليكن اسم الوداد مرعبا في قلوب خصومنا كما كان. أعزائي، هذه المباراة هي فرصتنا لتحقيق العظمة وإسعاد جماهيرنا الوفية. أثبت للعالم أجمع أن الوداد هو النادي الأفضل، وأنكم لاعبون لا يقهرون. ضعوا قلوبكم وأرواحكم في هذه المعركة، وتذكروا أن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي والتفاني. فلنتحد ولنتمسك بالأمل والإيمان. دعونا نصنع التاريخ ونكتب سطورا جديدة من الانتصارات والتتويجات. الفوز هو حقنا ومصيرنا، وسنعمل بكل قوتنا وعزيمتنا لتحقيقه. واعلموا أن جماهير الوداد تقف وراءكم، معكم ولكم. ارفعوا رؤوسكم واستعدوا للفوز. نحن نؤمن بكم وبقدرتكم على تحقيق المستحيل، فلنمضي قدما ولنجعل جماهيرنا فخورة. دعونا نتجاوز حدودنا الشخصية ونعمل كفريق واحد يتحرك بروح واحدة نحو الهدف المشترك. لا تدعوا أي ثغرة تمر دون استغلالها، ولا تتركوا أي فرصة للمنافس تفلت من أيديكم. كونوا وحيد القرار في الملعب، واتخذوا القرارات الصائبة والذكية وفقا للظروف والمواقف التي تواجهونها. أثبتوا لأنفسكم أنكم قادرين على التغلب على الصعوبات وتحقيق الانتصارات المدهشة.
ارفعوا رؤوسكم بالثقة والاهتزاز، واعلموا أن الجماهير تراقبكم وتدعمكم بكل قوة. نحن نثق بكم ونعلم أنكم ستقدمون أفضل أداء لكم وتتركون بصمة لا تنسى في قلوبنا وفي تاريخ الوداد. فلنتحد ونقاتل بروح الفريق الحقيقي. تذكروا أننا نمثل ناد يتسم بالفخر والكرامة، وأننا نحمل مسؤولية تجسيد هذه القيم على المستطيل الأخضر. ارتدوا قميص الوداد بفخر وعزة، ولا تسمحوا لأحد أن يشوه صورتنا العظيمة بأي تصرف سلبي أو عدم احترام للخصوم. أيها الأبطال، الوقت قد حان لنترك بصمة لا تنسى في تاريخ الوداد وتاريخ كرة القدم الإفريقية. الفوز في هذه المباراة سيكون لحظة تاريخية بالنسبة لنا جميعا، لنمضي قدما بثقة وتصميم، ولنجعل هذا الحلم الكبير يتحقق بتضافر جهودنا وبتفانينا المطلق في الملعب. أعزائي، لقد وثقت بكم وبقدراتكم، لقد وثقنا بكم وبقدراتكم الاستثنائية، فلنحقق الفوز ولنجعل الجماهير ترقص من الفرحة والاهتزاز. أنتم لستم فقط لاعبين، بل أبطال حقيقيين يحملون روح الوداد وروح الانتصار. بالتوفيق أيها الأبطال. دعونا نخطو بثبات ونثبت للعالم يجمع أننا نستحق اللقب، وأننا فريق لا يقهر. نحن نثق بكم ونعلم أنكم ستضعون قلوبكم وأرواحكم في المباراة وتقدمون أفضل ما لديكم. دعونا نستمتع باللعب ونكون فرسانا حقيقيين في الميدان، فالفوز ليس مجرد نتيجة، بل هو تتويج للروح القتالية والعزيمة والعمل الجماعي الذي نمتلكه.